أهلا جماعة، السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا غاية وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. شيرات جماعة، شيرات وشاشة، كاين اللي يشير ويطيب. راني جايب لكم اليوم وصفة تاع بيتزا روعة 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 ما شاء الله. لا من ناحية البنة، من ناحية الخفوفية، من ناحية معمرة، جاتني معمرة ترفدي الحبة تبقى هاك تزيد. نبدو بسم الله وعلى بركة الله. راكو تشوفوا في العبر تاع هذا الكاس، ماهوش كاس كاع كبير تاع ليموناد، هذاك الكبير كاس متوسط كيما راكو تشوفوا فيه في لا فيديو. هذاك درت كاس تاع حليب دافي، ماهيش حامي بزاف ومشي تاني بارد، دافي دفيته غير شويه على النار. ودرت نص كاس تاع ما بنفس العبر تاع الكاس، ودرت نص كاس تاع زيت وحبه بيض ومغرف كبيره تاع خماره كبيره تاع ماكله، ومغرف كبيره تاع سكر وشويه تاع ملح. كاين اللي تبغي تملح وكاين اللي انا من الاحسن ما تسملحوهاش بزاف، خاطش هذه راني دايره فيها الزيتون وكاع تجي مالحه، وكل واحده على حسب التحضير تاعها. المهم خلطت المكونات ضربه واحده، ماشي درت الماء والزيت هما الاولى ومن بعدها عاد خليتهم هذيك ربع ساعه نص ساعه وزدتهم الماء، وزدتهم الفرينه عفوا. لا، غير خلطت الماء مع الزيت مع الحليب، ودرت الملح السكر الخماره والحبه تاع البيض، ومن بعدها لحقت الفرينه ديريكت. وطبعا الفرينه تغربلوها باش تجيكم العجينه يعني هشيشه، ما تجيش مكلبده كيما نقولوا حنا بالدارجه تاعنا. المهم شيرات، روني العجينه تاعك، عجنيها مليح حتى تجيك متماسكه، ما تجيك يابسه بزاف ما تجيك جاريه بزاف، راكي انتي على حساب يدك. قال لك راكي تروني وتعرفي، وتوجور تلمسي باليد الناشفه اللي ما راكيش تروني بها باش تعرفي العجينه تاعك راها مليحه. من بعدها حطيها فوق البوطاجي تاعك ولا اي حاجه ولا طابله اللي راكي تديري فيها، وعجنيها غير شويه. راك تشوفي كيما راني ندير، انا عجنتها غير واحد شويه كيما راكو تشوفوا، غير باش تليميها هايا وما تبقاش محبه ولا هكاك مخربشه، تتلايم لك مليح. وحطيها في الباسينه تاعك وغطيها بسربيته وخليها تطلع بالاخر واحد نص ساعه. من جهه واحده اخرى انا كنت موجده لاصوص، من بعدها ان شاء الله راني نخدم لكم لاصوص تاعي تاع البيتزا اللي نستخدمها. درت صوص طوماط ودرت صوص فروماج، وكنت مقطعه الزيتون تاع المرقه مقطعته دويرات صغار، وكنت دايره صدار تاع دجاج قليته، ما قليتهش كفته، قليته طروفه كيما نديرو في الطاكوس. من بعدها قطعت العجينه تاعي، جاتني 5 خبز. وهاد الخطره العجينه ما بغيتهاش نديرها دايره، البيتزا تاعي ما بغيتش نديرها دايره، درتها جوغ كيما الاوفال جايه هاك طويله وعند القنوته كيما راكم تشوفوا الطريقه اللي راني ندير بها باش تجيني طالعه مع الطرف ما تجيش يابسه. تكون والف كنت نديرها دايره ما نديرهاش بهذه الطريقه كيما راني ندير دوكا بصباعي، كانت تجيني عند الطرف يابسه. وانا والديا كبار كيبقوا ياكلوا فيها يقولوا لي لا يابسه، غير في الوصل يجيهم هشيشه. كي وليت ندير هذه الطريقه لي ناس بزاف راهم يديروها على بالي، كاين بزاف ما شاء الله ناس راها طيب وكاع راهم يديروا هذه الطريقه، مام انا ثاني درتها وجاتني شابه وجاتني هشيشه. والبارح كلاوها كلاوها وما يترحموا عليا ويدعوا لي. المهم شيرات، كيما قلنا كنت موجده الصوص طوماط تاعي وصوص فرomاج والصدر تاع الدجاج، قليته غير بالزيت وشويه ملح وشويه فلفل اسود، ما بغيتش نكثر فيه لي زيبيس والصوالح، جات فيه واحد البنه روعه. درت لاصوص طوماط تاعي وزدت عليها الصدر تاع الدجاج وزدت عليها زيتون مقطع، ومن بعد زدت عليها صوص فرomاج، وعاود درت الفرماج فرماج رابي. شيرات الصراحه انا الفرماج اللي راني نستخدمها غير هذاك تاع ديميل تاع البيتزا، والله لا البيتزا تجي شابه، ومام الكراطه اللي نخدمهم بيه كاع يعني الذوب. بغيت نسيي معكم تاني الحبه الزاوجه، نفس الطريقه اللي درتها في الاولى عاود راني نديرها في الزاوجه، يعني غير باش تشوفوا كيفاش خدمتها. العجينه يا جماعه، العجينه والله لا روعه روعه، جات كيما السفنج كيما نقولوا حنايا، كيما الكعك هاك منفوخ.
نعاود تاني زيت الدجاج والزيتون وصوص فرomاج والفرماج رابي. حميت الفور تاعي خليته يحمى واحد ربع ساعة ودرتها طيب حوالي 20 دقيقة، ربع ساعة 20 دقيقة كانت البيتزا تاعي واجدة. وهذاك الفرماج داب وهذوك لي صوص كيتخلطوا مع الزيتون مع الدجاج، والله لعطاوني واحد البنة يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله. اتمنى كاع الشيرات يسيو هاد الوصفة ويذوقوها ويردوا لي الخبر. كيما راكم تشوفوا معنا هذه هي البيتزا، شوفوا كيفاش جات منغنغه كما يقول السوره، منغنغه ومغمزه ومعمره وتشهي. قطعتها هكا طول، بغيت نبدل الشكل ماشي دائما حنا نديرو غير دايره دايره دايره، هاد الخطره بغيتها جوغ هكا طويله كيما الاوفان. شوفوا كيفاش معمره، شوفوا العجينه يا هضره وطايبه من التحت. الطياب تاعها يجي عادي، يجي نورمال هكا غوز. قالتو طيبيها خوخيه. جماعة هذه هي ان شاء الله شهيتكم في الجنه. وماذا بكم جماعه نتوما اللي تدعموني وانتوما اللي تطلعوني بالجيم تاعكم والاضافه والمشاركه والتعليق. شكرا.